لأن الشر الذي يجمعه الحاسد أخطر من جميع الشرور والعياذ بالله. قال الحاسد يقطع يعطيك السم، رد معايا البال. المحساد يقدر يشهد عليك الزور، المحساد يقدر يعني يفرقك بين ولادك، المحساد يقدر يعطيك كاع داكشي اللي عنده باش يعذبك نتايا. ومن شر حاسد إذا حسد. إذن أول سبب من أسباب الحسد النفس الخبيثة، فاللهم اكفنا شر كل خبيث، اللهم اصرف عنا كيد كل خبيث، اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت. السبب الثاني من أسباب الحسد والعداوة والكراهية. كتكون بينك وبين شي واحد شي خصومة ولا شي عداوة ولا شي منافسة، كيحسدك، خدامين بجوج في شي بلاصة، انت كتخدم مزيان، الباترون كيسولك كيضحك معاك ولا كيعطيك دي بريم، صافي كتولي بيناتكم العداوة والكراهية. خدامين في شي إدارة في شي مؤسسة ولا انتم تجار بجوج، انت محل هو محل، تبارك الله عندك الرواج، ولا تناقشتوا انت وياه شي مرة، كحز سلعة من هنا كحز هذه من هنا، ولا بيناتكم الحسد. فمن أسباب الحسد العداوة والكراهية. وراه أي شخص لا بد يكون عنده أعداء، ولا بد يكون بعض الناس كيكرهوه. يستحيل أن يتفق الناس على محبة شخص واحد. الأنبياء والرسل وعندهم أعداء، الصحابة وعندهم أعداء، أئمة الحديث البخاري ومسلم وغيرهم عندهم أعداء، التجار الصادقين البررة عندهم أعداء، الموظفين الصادقين عندهم أعداء، الأطباء اللي كيقوم بالعمل ديالهم على أكمل وجه عندهم أعداء، الدول اللي فيها استقرار وفيها أمن عندها أعداء. فين ما كانت النعمة كاين العدو، فين ما كان الخير كاين الشر. فالعداوة والكراهية تؤدي إلى الحسد وتمني هلاك العدو. تصوروا معي واحد العالم، وعالم هذا عالم كبير كيدعي وكيقول اللهم أميت الشافعي، كيدعي على الشافعي يموت،